السلام عليكم، إيه الأخبار؟ كان في ناس كتير سألتني على الطريقة اللي أنا قدمت بيها عشان أشتغل بيها على السفينة السياحية الكبيرة اللي أنا شغال عليها ديّة، فأنا لقيت الوقت أخيرًا إن أنا أعمل لكم فيديو أشرح لكم فيهم إزاي أنا قدمت وإزاي أنتم ممكن تقدموا. في البداية هاخدكم ورا شوية لحد 2020 كنت أنا شغال أنيميشن في فندق في الباهاماس، فقُلت أقدم على الشغل اللي هو بتاع الوظايف اللي هي على السفن السياحية وكده، على الرغم إن أنا كنت باقدم قبليها بسنتين 3 أو 4 كمان وما حدش كان بيرد عليَّ، بس أخيرًا جات الفرصة وفي حد رد عليَّ وعملت interview مع شركة تانية غير اللي أنا شغال معاها حاليًا. وكنت المفروض هاروح أشتغل معاهم بس طبعًا بسبب ظروف الوباء أو الكورونا اللي حصلت، فاضطريت إن أنا أستنى شوية عشان أبدأ أشتغل. طبعًا في خلال الفترة دي كلها كنت باحاول أقدم على شغل تاني لحد ما قدمت على الشركة اللي أنا شغال معاها حاليًا. في 2021 جالي العقد، جالي كل حاجة، وكان ربنا كرم إن أنا أسافر. أما بالنسبة للطريقة اللي أنا قدمت بيها واللي أنت لو حابب تقدم بيها، أنا هاوريك في الفيديو اللي جاي. اوكي تمام. اول حاجه هنروح على جوجل وهندور على حاجه اسمها كروز شيبس جوبز او كروز شيبس كاريرز او كروز شيبس opportunities، اي حاجه على علاقه بالكروز شيبس للشغل عليها. تاني حاجه انا هديكم اللينك بتاع الشركه اللي انا شغال معاها اللي هو rclctrack.com. خش على الويب سايت، في اختصاصات كتير جدا زي ما انتم شايفين. مثلا هنروح على الفود اند بافريج وهندور مثلا على ويتر. اوكي، فهنخش على ويتر، هيحمل شويه وهيدينا الديسكريبشن او الوصف بتاع الوظيفه، هنقراه كويس. واول ما تحس ان انت ممكن تبقى قادر تشتغل في الوظيفه ديت وانت عندك اكسبيرينس او خبره ليها، اوكي هتدوس على ابلاي ناو. أهم حاجة تبقوا عارفين إن الشغل ده حاجة بتاعة ربنا، أكيد طبعًا كل حاجة اسم ونصيب. بس المفروض إن أنت تسعى فيها، أوكي. أنا جربت من 2016 أو 17 إن أنا أقدم على الشركة ديّة أو الشركات التانية، ما حدش كان بيرد عليَّ، لحد في 2020 أو 2021 بدأ يرد عليَّ. ليه؟ لأن الCV بتاعي كان بدأ يبقى محترم شوية، اللغة بتاعتي بقت كويسة، أكيد مطلوب منك إنجليزي كويس جدًا، دي أقل حاجة، إن لم يكن معاك لغة تانية أو تالتة أو رابعة كمان، فدي حاجة بتديك support أو تديك دافع عندهم. طبعًا أهم حاجة خبرة في مجال معين ليه علاقة بالسفن السياحية. السفن السياحية هي عبارة عن مدينة كاملة ماشية في المَيَّة، فيها كل أنواع الوظائف، أنت ممكن تلاقي أي حاجة، فركز اشتغل على نفسك، وطول ما أنت فاضي أو مش فاضي دور على شغل، ما تيأسش. أنا عملت كده، فربنا معاكم وبالتوفيق إن شاء الله. أنا هاحط لكم تحت الفيديو اللينكات أو الروابط عشان تخشوا تقدموا أو تدوروا على الشغل.